بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل وصباح الورد، نهاركم يا رب معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. كل سنة وانتم طيبين اخواتي حبايب قلبي، عيد سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله زي اليومين دول نكونوا جميعا على جبل عرفات. قولوا امين. اللهم امين يا رب. اخواتي حطوا لي لايك الحلو بقى، اثبتوا وجودكم معايا عشان عيلتنا تكبر وفيديوهاتنا تكبر. يا ربنا يخليكم لي يا رب. اللهم امين. خلصت بقى كده، قلت ايه عشان ان شاء الله بكره نرتب الشنط ونقفل الشقه والكلام ده عشان ماشيه بعد بكره باذن الله رب العالمين. فخدت السلالم عشان عايزه ننزل نشتري الملك فستان ونجيب لها حبه حاجات كده حلوين. فباذن الله نهايه الفيديو هتشوفوا الفستان. رحت جبت لها فستان حلو كده، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. بصي لاخواتي كلك، اللي عندها بنوته اشبعيها بحنانك حقيقي، خليها صاحبتك وبنتك وحبيبتك، واوعي تشخطي فيها. البنات حساسه جدا، صاحبيهم هتكون لك لما تكبر اخت وام وهتعينك في حاجات كتير. وعلميها في البيت، علميها نصلوا مع بعض، نقعدوا نخلصوا شغل بيتنا مع بعض على قد ما تقدري، على قد ما تقدري اديها الحنيه اللي انت خدتيها على قد ما تقدري. بنتك ايوه لازم عيالك كلك يبقوا متساويين، وقرآننا الكريم قال كده، بس نقصد البنات عشان حساسه شويه عن الصبيان. فصاحبيها وعرفيها البنت يعني شمعة منورة، يعني شعر منور، يعني ريحة برفان جميلة كده. يعني اللي انت هتعمليه هتزرعيه فيها هتلاقيه ان شاء الله في كبرك. ربنا يحفظ لكم أولادكم ويحفظ لكم بناتكم وصبيانكم وأهاليكم يا رب. اللهم أمين جميعا يا رب. قولوا أمين. ملك انا مصاحباها، فقلت انا مسافر عند امي لازم نفرح عيالي برضو. فابو ياسين ربنا يخليه يا رب ويفديه من الطريق، وقال لي انزلي هاتي لهم اللي هم عايزينه. رحت جبت لها فستان، ما رضيتش ناخدها معايا عشان مفاجاه. عايزه نقول لكم فرحه عيالي بالدنيا كلها، ما نلاقي فرحتهم كده نلاقي فرحتهم كده في عينيهم. بصوا اكن انا والله بيرجعوني عمري على عمري تاني. ربنا يخلي لكم اولادكم يا رب. فلقيتها اتبسطت بيه خالص. انا كنت مفكره ان هو مش هيجي على جدها طويل، بس لقيته حلو كده واسع وشكله حلو عليه. ان شاء الله اتمنى فيديو يعجبكم النهارده، روتين النهارده يعجبكم. استنوني بقى باذن الله كده فيديوهات عند امي ان شاء الله رب العالمين. وربنا يسعدكم في بيوتكم يا رب، وكل اخت ربنا يعمر بيها في بيتها يا رب. اللهم امين. خلصت بقى السلالم هنا، كنت خلاص نظفتها كده زي ما انتم شايفين، واخدت برضو السلالم اللي من تحت ديت، يعني بنعمل فوق وبنعمل تحت. تمام. خدتها كده كنت خلصت بقى فوق ونزلت على السلالم اللي تحت دي، والحمد لله انجزت بسرعه ونزلت جري جبت لبس الملك. نتمنى روتين النهارده يعجبكم، نتمنى كده ان شاء الله. مكنتش طولت عليكم. والجته العسليه ديت لقيتها على السلم. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر، سبحان الله بيسخر لكل حاجة. يعني دي رزقها سبحان الله. شوفوا في الحر الموت ده، وسبحان الله رزقها قاعد له. الواحد يشوف الدنيا ويشوف الحاجة يتأمل فيها. سبحان الله العلي العظيم. بس خلصت بقى الحمد لله ونزلت جبت لبس الملك زي ما قلت لكم. نتمنى زوجي يعجبكم بإذن الله كده، وقولوا في الكومنتات يعني كده فستان كده عجبكم ولا. تعالوا بقى اما ننزل نشتري الملك نزلت خلصت اللي ورايا ونزلت بقى جبت لبس الملك. عشان طبعا هتسافر بيه تعيد بيه، لازم العيال تجيب لهم برضو حاجه في العيد. الكلام ده زي واحنا صغيرين اتعودنا على كده. فانا بنبقى عاوزه اقول لك كلمتين، انا بنبقى عامله حسابي يعني في العيد الصغير العيد الكبير، ان انا عارفه ان انا عايزه نفرح عيالي، وعارفه ان انا عايزه نجيب لهم حاجات يعني يعيدوا بيها وكده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف صحه وبالف سلامه يا رب. عيد سعيد عليكم وعلى بيوتكم وعلى أولادكم وعلى حبايبكم يا رب. اللهم آمين. طبعا الفترة بقى اللي قاعدة فيها عند أمي إن شاء الله كده يا رب إن شاء الله. بصوا دي من أجمل أيام حياتي. هو طبعا هنا أجمل أيام حياتي، بس هناك إخواتي وأمي وإحنا بنات كتير كده يعني. تعالوا بقى نوريكم اللبس اللي جبته الملك. بس قولوا لي برضو رأيكم يعني. شوفوا برضو السعر، شوفوا برضو زوجي يعني هيعجبها إن شاء الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا جبت لها فستان. تمام. هو اوف وايت في الورده اللي هي
بص الورده بتاعته اهي افوايد في اللهم صل على سيدنا محمد. في الفوشيا. بص هو افواج في الفوشيا اهي. اهي الورده بتاعته اهي. تمام. فمش عارفه بقى يعجبها ولا ايه، هي ما كانتش معايا بس جايبه لها مفاجاه يعني هديه. فلا وانا بنجيبه كده حسيت ان هو يشبه لها او لايق عليها، فمش عارفه بقى يا رب يعجبها ان شاء الله. وقلت لو في تظبيطات هنخلي في مؤمنه تحت بتعمل لي اللي انا عايزاه، وفي برضو كام حد يعني نعرف، فمعانا برضو ايه في الشارع يعني. بصوا هو اهي، خليه مثلا هيبقى عليا اهي. تمام اهي. فعجبني اللون بتاعه وعجبني ان هو كلوشه واسعه يعني. بصوا عامل ازاي، انا بحب الحاجه الواسعه اعوذ بالله من كلمه تاني. فده فستان ملك. تمام. دلحتها برضو، جبت لها ايه الصندل الابيض ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصندل ده اهي. هي ملك بتلبس 38 39، فمش عارفه بقى يعجبها ولا ايه. فهو ده عشان فيه ايه، في حتت ابيض نونو كده صغيره، فقلت ده هيمشي عليها. هي عندها فوشيا وعندها اسمر، فقلت حاجه تبقى فاتحه شويه. تمام. وبعدين خفيف، مش الحاجه اللي هي التقيله يعني. فمش عارفه بقى يعجبها ولا ايه. بصوا وبعدين مش الحاجه التقيله، الحاجه اللي هي الخفيفه يعني. وجبت لها برضو ايه اللهم صل على سيدنا محمد، جبت لها مجموعه الحلقان دي مع بعضها. بصوا ومش غاليه على فكره يعني. ايه كل حلق للمنظر بتاعه كل كده يعني. ايه هو ده يمشي مع الفستان. قلت بقى ايه البنوته، وبعدين البنات بتحب الدلع يعني، البنات بتخش ده يمشي على الفستان، واسمر وابيض والوان كده يعني. ايه تناسب بالبنات الصغيره فعلا. دي على بعضها مش عارفه يبقى 14 يبقى 16، لان ايه جبت حاجه تانية برضو يعني، جبت برضو من عندها حاجات تانية، فبيبقى 14 يبقى 16 مجموعه على بعضها كده يعني. وبعدين زي الحلقان اللي هي الطبي، عارفين انتوا الحلق الطبي اللي بتخرموا ودنك الكلام ده، او بتخرموا ودن نون صغنن. هي زي الحلقان الطبي بالظبط، يا ب 14 يا ب 16، هي مجموعه على بعضها كده. تمام. وايه تاني يا ربي، وجبت لها ده ب20 برضه. جبت لها سلسله كده، جبت لها النونه الصغننه دي، وجبت لها دي السلسله النونه الصغنونه دي. حاجه البنات بتبقى تحسها سكر كده، بتبقى عسليه صغيره كده. ايه فيها زي لعبه صغننه، دبه صغنونه كده ولا حاجه. الاتنين مع بعض. وجبت لها بقى ايه برضو توك، اللي هي التوكه العاديه بتاعتنا العاديه دي، بس عشان هي عندها فواتح مش عارفه الكاميرا جايبها ولا لا اهي. بصوا هو زي ايه، زي ورقه شجره كده، بس مديه للحاجات اللي بنجيبها يعني. هو المحل ده يعني عايزه اقول لكم بجد حاجته تحفه. بصوا زي ورقه شجره كده اهي، يعني مثلا بيبقى كده ثواني اهي، بيبقى يعني ورقه شجره، بتبقى ورقه شجره عاديه كده. تمام. وجبت الملك اللي هو الحلق ده برضو، خاتم ده جبت يعني اهي، ده عامل 30 زي المحبس كده اهي. هو مش عارفه واضح ولا لا، زي المحبس من هنا برضو زي الدبله، هي زي الدبله كده عريضه اهي، ومن هنا زي المحبس كده اهي. يعني تغيير، هو بصي التجديد مطلوب. تمام. وبعدين مسافره برضو عند امي، لازم العيله برضو يعني نلبسهم حاجه جديده الكلام ده. ابو ياسر ربنا يخليه ويفديه من طريقه يا رب، يعني بيجيب لنا كل حاجه. فهو مره يجيب حاجه، انا مره نجيب حاجه، والحكايه بتمشي الحمد لله، فضل ونعمه من عند الله سبحانه وتعالى. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب نكون نتمنى اديتكم طاقه ايجابيه، اديتكم طاقه سلبيه ابدا. وانا بنحبكم كلكم في الله، ونتمنى لكم الخير والسعاده والصحه والسلامه يا رب. ويا رب كده دايما نسمع عنكم كل خير يا رب العالمين. نسيبكم في رعايه الله. بكره ان شاء الله بقى هنبتدي نرتب الشنط، هنبتدي بقى ايه نلم الشقه عندي، وان شاء الله ننزل لكم الفيديو بتاع بكره او بعد بكره على حسب ان شاء الله يا رب. نسيبكم بقى فيديوهات جديده في رعايه الله، وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم.
كل سنة وانتم طيبين يا أغلى الناس. نسيبكم في رعاية الله، مع ألف سلامة.